خلص ماتش الاهلي وانتر ميامي في افتتاح كاس العالم للانديه، واحنا اتعادلنا 0-0. انا كنت شايف ان الشوط الاول طبعا احنا نخرج 3-0 بالمرتاح. بالمرتاح، غير ضربه الجزاء اللي تريزيجيه ضيعها. انا مش فاهم يا تريزيجيه، لو انت يعني لو ليه داخل تشوط؟ ما انت عندك واحد زي زيزو وواحد زي وسام ابو علي. طب زيزو احنا كنا عمالين نقول لما كان في الزمالك ده كل جوانه ضربات جزاء، ده مش عارف ايه يا الراجل، بالتخصص ضربة جزاء، بالتخصص ضربة جزاء، سيبه يخش شوطها. انما انت ليه دخلت شوطها يا تريزيجيه؟ انا نفسي افهم، مش قادر افهم بصراحة. فتريزيجيه بصراحة يعني انا كنت قبل الماتش بقول لو حد هيعمل حاجة هيبقى تريزيجيه. خذلني لي الماتش ده. اللي عمله بقى حاجة مين؟ مروان عطية. يا اخي شابوه مروان عطية، شابوه يا مروان عطية. انت شلت الاهلي على كتافك النهارده يا مروان عطيه. انت كون ان انت توقف ميسي طول الماتش ده حاجه في حته تانية والله. الشناوي نرفع لك القبعه. الشناوي احنا لولاك كنا خرجنا يعني الشوط التاني لوحده مثلا كان جه فينا برضه 4 اجوان. شابوه الشناوي، شابوه الشناوي، شابوه الشناوي. ياسر ابراهيم راجل راجل راجل. شال كذا كوره يعني خطيرين جدا، خطيرين جدا. وسام ابو علي شال كوره من على الخط يا جماعه. وسام ابو علي المهاجم الفيرود شال كوره من على الخط، طلع كوره من على الخط. فاللعيبه بصراحه في المجمل اللعيبه كلها عملت اللي عليها بالنسبه لي ما عدا تريزيجيه. بصراحه ضربه الجزاء اللي ضيعها دي قفلتني قوي، قفلتني قوي. واحبطتني واحبطت حتى اللعيبه بعد ضربه الجزاء اللي ضاعت دي. انت تحس ان انت اللعيبه شايفها في الملعب ما بتلعبش بنفس. ليه؟ لان اللعيبه ادت كل حاجه، ادت 100% حرفيا الا اللمسه الاخيره. نيجي بقى لحسين الاهات. ايه يا اهات ده؟ ايه يا حسين يا اهات ده؟ ايه يا حسين يا اهات ده؟ حرام عليك يا اخي. حرام عليك يا اخي، ليه عملت فينا كده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه الحنجله اللي انت بتعملها دي؟ ايه البطء ده؟ ايه الكعبله في الكوره دي؟ ايه اخر كوره دي اللي انت ماشي ومعاك 3 لعيبه؟ لو بس وانت مغمض اديتها ثرو خلاص الكوره جون. انما ماشي 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 دخلت منطقه ال 18 وماشي. رايح فين يا راجل؟ يا راجل رايح فين؟ ده انت حسين الاهات فعلا. انا مش عايز اشتم والله عشان مش متعود اعمل كده، بس ليه كده يا حسين يا شحات؟ في المجمل انا شايف ان التعادل طبعا مستحق للفرقتين، لان احنا فشخناهم الشوط الاول وهم فشخونا الشوط التاني. بس انا شايف ان اللعيبه بصراحه ما قصرتش، كل اللي في الملعب عملوا اللي عليهم ما عدا حسين الشحات وتريزيجيه. الاتنين خذلوني جدا جدا جدا. صعبنا الموقف على نفسنا شويه في الماتشين الجايين. انت عندك ماتش الجاي بالميراس، وده اللي يمكن ممكن يكون عندك فيه فرصه لان انت عرفت تفوز عليهم قبل كده، فانت برضه تبقى نازل نفسيا المفروض ان انت احسن. بورتو مش عارف بصراحه هنعمل معاها ايه. خوسيه ريفيرو بصراحه عمل ماتش تكتيكي حلو جدا. انا بالنسبه لي الراجل ما قصرش. يعني بالنسبه لي التغييرات بصراحه كانت في محلها. اللعيبه جابت جاز من الرطوبه، فالتغييرات كانت في محلها. انا مش مبسوط، فانا بقول هارد لك للاهلي بصراحه. ونشوف بقى الماتشين الجايين هنعمل